السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ بقى في الحلقة، يا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد. أنا في العادي بطلع أتكلم عن الكورة، بس في حكاية دايرة في مصر اكبر بكتير قوي من فكره الكوره، ودي فرصه كويسه لان احنا اصلا ما عندناش كوره دلوقتي في مصر، كلها مشاكل وحكايات. خلينا نخرج شويه بره الكوره ونتكلم في القصه اللي دايره. قصه مروه بنت الرئيس محمد حسني مبارك، وام مكه وام ساجده ووفاء عامر سما المصري. في قصه دايره كبيره جدا ما بين بقى اثار وتجاره اعضاء وتجارة مخدرات وشقق دعارة وقصص كبيرة جدا. لو حقيقية يبقى احنا في مافيا في مصر بتدار أكبر من أي مافيا بقى عالمية ممكن نسمع عنها. اللي غريب في الموضوع ان مروة طالعة بتتكلم في ان وفاء عامر، لاني انا شايف ان اكبر اسم متقال في الموضوع هو وفاء عامر. ان هي بتدير شبكه كبيره جدا، هي واللي اسمها مساجده، كل دول ناس تيك توكر يعني اصلا معروفين. منهم ام مكه، دي المفروض ان هي بتبيع فسيخ وخلال 6 شهور. على فكره انا بس في البدايه حابب اقول ان انا طالع مش حابب لا برمي لوم على حد ولا بتهم حد ولا بتكلم عن حد. انا ماليش دعوه، يعني ما بحطش، مش هحط نتائج ولا هحط مسلمات، انا ماليش دعوه. انا بس بتكلم وبأناشد يعني الحكومه المصريه، حكومه محترمه، حكومه اللي يهمها مصلحه البلد، يعني ان هي اكيد هتشوف اللي بيحصل ده، وهيتفتح تحقيق كبير جدا، لان القضيه بقت قضيه راي عام خلال الاسبوع اللي فات ده. والموضوع بيكبر بصوره، يعني انا متابع الموضوع. فنرجع تاني لام مكه. ام مكه دي كانت واحده بتبيع فسيخ على النت. في خلال 6 شهور بقت في فيلا، في عربيات، في شقق، في قصص كده. فطبعا احنا عارفين في مصر طبعا قانون اين لك هذا، يعني طبعا وفاء عامر كلنا عارفينها، الست الممثله المشهوره المعروفه. لكن انا السؤال اللي بساله، مروه بنت الرئيس دلوقتي، يعني بنت الرئيس محمد حسني مبارك. وطبعا انا بقول بنت الرئيس محمد حسني مبارك لان مفيش حد طلع كدبها في ده، وانا عارف، او هي عن طريقها او على لسانها انها طلعت قالت ان هي اتعمل لها DNA في الامن الوطني، واتعمل لها اختبارات على الصحه النفسيه وبتاع. فهي طالعه بتتكلم في ان وفاء عامر وام ساجده وام مكه دول بيديروا شبكه كبيره جدا، واتقال اسامي كتير جدا يعني لا حصر لها. طبعا مش هقدر اقولها كلها لاني بصراحه مش فاكرها كلها، بس تقدروا تتابعوا بقى عن طريق فيديوهات اليوتيوب. يعني ان الناس دي بتتاجر في الاعضاء، بتتاجر في الاثار، بتدير شقق للدعارة في مصر وبره مصر. حقيقة ده ايه انا ما اعرفش، حقيقة ده ايه محدش يقدر يجزم بان ده بيحصل او ما بيحصلش. لكن الغريب في الموضوع انها قالت كل ده ومفيش حد منهم طلع لا كدبها. على فكرة الموضوع دخله سما المصري، وسما المصري من يومين شفنا لها فيديو غريب جدا. يعني سما المصري قبلها ب 24 ساعة، يمكن اقل من 24 ساعة، كانت طالعه عادي جدا وبشعرها ورايقه جدا، وبتتكلم مع الناس على على التيك توك في انه لا، انا الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها الرقص وبتاع مش عارف ايه، حاجات كده يعني. فنلاقيها في فيديو بعديها زي ما بقول ب 24 ساعه، يمكن اقل من 24 ساعه تاني زي ما قلت، لابسه الحجاب وبتعيط، وشيلوا فيديوهاتي اللي بلبس خارج، وامسحوا فيديوهاتي وارجوكوا ابوس ايديكوا وبتاع. فبرضه بيقال ان او بتقول مروه ان هي بتعمل كده من توترها. طب الغريب في الموضوع، الناس اللي اتقال اساميها دي كلها ليه ما حدش فيهم اتقدم ببلاغ ضد مروه، ضد مروه بنت الرئيس محمد حسني مبارك؟ ده الغريب، ما حدش منهم يعني زي ما بنقولها كده بالبلدي
محدش منهم متحرق على سمعته، عادي جدا. كل اللي سمعته طبعا انا شفت فيديوهات بعد كده لأم مكة، لأم ساجدة، لوفاء عامر، زي ما قلت لكم فيديو سما المصري. في كمان البنت اللي هي مش فاكر اسمها، اللي هي لسه ناجحه في الثانويه العامه دي، دي برضو فجأة لقيناها في الامارات وشويه في قطر، فبيقال ان دي برضو جت رجليها في الشبكه دي وبتروح علشان شقق الدعاره، هي وخطيبها اللي هو اساسا مسؤول عن شقق الدعاره. قصص كبيره جدا يا جماعه. لو ظهرت ان اللي بيتقال ده حقيقه، واللي انا اعرفه اصلا ان يعني او طول عمرنا اتربينا على انه يعني العيار اللي ما بيصيبش بيدوش. وبعدين كلام مش مفهوم. فانا اللي بطالب بس بيه حكومه بلدنا والقضاء يعني المحترم المصري انه يفتح تحقيق في ده، لان الموضوع ما بقاش محتاج ان حد يروح يتقدم ببلاغ. القضيه بقت قضيه راي عام، واللي بيتقال فيها كتير وكبير، واتقال فيها اسامي ناس ماتت زي دينا مراجيح اللي ماتت فجاه على فكره، محدش عرف عنها حاجه. في فيديو كمان انا شفته على اليوتيوب لواحده اسمها ساره مش عارف الرحاله باين، رايحه بتدي فلوس لدينا مراجيح دي 3000 جنيه، وقالت لها في حد هيروق عليكي وهتبسطك وهيروقك وبتاع. كمان ابراهيم شيكا اللي بيقال ان هو اللي احنا كلنا عارفين انه مات بالسرطان، وهو برضو من الحاجات اللي بتتقال انه برضو كلنا عارفين وفاهمين ان البني ادم اللي بيتعرض لجلسات الكيماوي ده شعره بيقع. شيكا ميت بشعره، ميت بدقنه، ما فيهوش اي حاجه خالص. فبرضو بيقال ان ده برضو من الناس اللي ماتت بسبب تجاره الاعضاء. اطفال بتتخطف، ده برضو اللي بيتقال. انا ما بقولش اي حاجه عن حد ولا طالع اقول اي حاجه ان في اي حد بيعمل اي حاجه مش مظبوطه، انا ما اعرفش. برضو بيقال ان في اطفال زي ما قلنا بتتخطف وبتتباع اعضائها. طب في اطفال تانية لبنات الشوارع اللي بيجوا عايزه تتخلص من العيال اللي جم بطريقه غير شرعيه، ياخدوا منهم العيال دول، هم قال يعني بيخلصوهم منهم. فالموضوع كبير جدا وكتير جدا، وتجاره اثار وتجاره بشر بقى، لان يعني الدعاره دي يعني تندرج تحت تجاره البشر، يعني البنات اللي بيتاخدوا دول. احنا مش عارفين حاجه. انا زي ما بقول للمره الثالثه والعشره والمليون اني بطالب القضاء بتاع بلدنا، القضاء المحترم، انه يفتح تحقيق سريع جدا في اللي بيتقال، واللي غلطان واللي بيقول كلام مش مظبوط يتحاسب. لو هي مروه بنت الرئيس حسني مبارك بتقول كلام مش مظبوط فتتحاسب. ولو فعلا المافيا دي موجوده فلازم يحصل انهم يتجابوا كلهم والبلد تنضف من الوباء ده. فالله اعلم. انا بس كنت حابب اتكلم في الموضوع ده لان في تساؤلات كتير جدا جدا في الموضوع، وعلامات استفهام كبيره جدا جدا في الموضوع، محتاجين نفهمها ومحتاجين نعرفها. انا زي ما بقول حد لا بيتكلم في السياسه ولا ليه علاقه بالسياسه، لكن بصراحه الموضوع بقاله اكتر من اسبوع. لا الموضوع اللي يجري وراه واللي يتابعه واللي يتفرج عليه لا يحس بقلق، يحس بقلق على اهله، يحس بقلق على البلد عموما بكل اطيافها يعني. فده بس اللي كنت حابب اقوله، واتمنى لو الفيديو عجبنا ما ننساش بقى الاشتراك في القناه وندوس لايك علشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.